الغراب الأسود اللي بيطير في السما ده حير العلماء. شاطر جدا في حل الألغاز واستخدام الأدوات وحفظ الوشوش ودفن الموتى، ده حتى ذكر في القرآن الكريم. العلماء سموه الطيار البارع علشان هو مراقب جيد جدا. هو مش مرتبط بالموت والنحس والشؤم زي ما انت فاكر، ده أذكى كائن على وجه الأرض. حكاية النهاردة هتوضح لك عزيمة وإصرار أذكى طائر على الأرض. كان في غراب طاير في السماء، طار لمسافات بعيدة، وكان تحته غابات خضرة كتير. قعد الغراب يطير ويطير وكان سعيد وفرحان. وبعد رحلة طويلة حس بالتعب والعطش. كل ما يطير كان بيراقب الغابات تحته علشان يدور على بير مية يشرب منه. وبعد ما تعب نزل على الأرض. كان بيتحرك بين الأشجار، يبص شمال ويبص يمين، يدور على المية في كل مكان. وفجأة شاف من بعيد حاجة بتلمع، طار وقرب منها. أخيرا لقى إزازة مليانة مية. حاول يشرب لكن منقاره القوي القصير منعه إنه يوصل للمية جوه الإزازة. قعد يفكر ويفكر، وفي لحظة شاف أحجار صغيرة على الأرض، فعلى طول حرك الحجارة بمنقاره وبمخالبه القوية. مسك كل حجر بمنقاره وحطه جوه الإزازة لحد ما المية اتحركت لفوق وقدر يشرب ويروي عطشه. نتعلم من الحكاية إن الشكل مش كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى ميز كل واحد بحاجة. خلي عندك إصرار وعزيمة، مفيش حاجة مستحيلة. فكر وافشل وقوم وانجح، اوعى تيأس لحد ما توصل للي انت بتتمناه.